فالدنيا هذه دار عمل، والآخرة دار أجر وثواب. فالأشياء التي تفعل فيها في هذه الدنيا في هذه الأيام ستجد نتائجها يوم القيامة إن شاء الله. ويعني صنيعكم هذا ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجره لا ينقص من أجره شيء. فأنت مساهمتك في إفطار صائم الحمد لله، يعني نسيت هذا مفتوح، وكل يوم بيفطروا فيه ناس عابر السبيل، المساكين، الفقراء، المحتاجين. آه، في طلبة ساكنين يعني معانا هنا بيجوا يفطروا، فهذا أجر عظيم، ولكم نفس الأجر الصيام ونفس الإفطار يعني. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: لغمة في بطن جائع كجبل أحد. وما أصغر جبل أحد يعني من الثقل في الموازين الحسنات. فتخيلوا يوم القيامة يكون الإنسان محتاج لحسنة، يبحث لحسنة، يعني ما يمشي لأبوه وأمه وزوجته وحتى أولاده ما يدوه. فما تعمله ما تقدمه في الدنيا تجده في الآخرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمل ابن آدم يعني بعد الموت إلا من ثلاث، قال: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ابن صالح يدعو له. فمثل هذه الأشياء كإفطار الصائم وكبناء المساجد والدعم في الأشياء الخيريات دي كلها تكون صدقة جارية بإذن الله، تجدموها يوم لا تنفع لنفس شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فنبشركم إن شاء الله بهذا العمل الجليل العظيم وبهذا الصنيع يعني. وأيضا فيه وفاء لهذا المسجد